يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. بما انه موسم تكاثر، فالاسئله اللي تجينا دائما تخص التكاثر، ولو اني كلها شارحها لكم قوائم التشغيل، تقدرون تدخلون على الصفحه الرئيسيه للقناه، قائمه تشغيل التكاثر، اي معلومه تريدها موجوده بهاي القائمه. هاي شغله. السؤال اللي اكثر جاي يجينا هسه، وجربته طبعا اني لكم، يعني جربت الطرق هاي كلها ونجحت ما شاء الله. شنو اللي يخلي البلابل النثايه تتحفز على البيض، وشنو اللي يقوي الفحل على التلقيح؟ عندي شغلات جربتهن ونجحت، وشفت الفحل انا عندي وحشي ولقح طبيعي، والنثيه بيضت، وشفتوا البيضات مالتها شلون لونهن طوخ وحجمهن كبير. استعملت وياهن كالاتي: القبابي، سواء عندك قبابي حي يكون افضل، قبابي طري هم ماكو مشكله به، بس القبابي الطري من تستعمله شق الشيس بهاي الطريقه، لا تفتحه كله حتى لا يتلف عندك. هذا انا هسه دا افتح بهاي الطريقه، او ارجع اسد الشيس اكبسه بقراصه او مشبك قوي حتى ما يدخل له هواء، ودا اعوفه برا طبعا مو جوا بالثلاجه، دا يبقى عندي اسبوع وما دا يتلف وما دا يصير به ريحه. القبابي كله بروتين، يعني الحشرات بصوره عامه كلها حشرات تحفز لك الطيور على الانتاج. يعني من يشوفون الحشرات يقولون انه هذا موسم ربيع، يأمنا على فرخاتهن، لان يقول الغذاء مالتهم موجود، بالاضافه الى انه هو بروتين طبيعي من افضل الاغذيه لهن. شغله اللخ بالنسبه لي انا مو ترويج، هذا الخلطه انا جربتها، ومو بس يمي جربتها ويا هواي ناس. هسه هاي ماكلين الناعم مالتها، الناعم مالتها اللي هو يحتوي على اهم عنصرين. خلي شويه اركز لكم الكاميرا. الاصفر اللي هو خلاصه البيض بالعسل والحبه السوداء، والجوزي هذا الناعم اللي هو خلاصه الحشرات بالعسل والحبه السوداء. هذين اهم عنصرين عندنا بالخلطه الربيعيه، السوبر ديلوكس الربيعيه اللي 8 في 1 للانتاج. هذين العنصرين الطير من ياخذه يستعمله كل الجسمه، يعني ما يطلع ويا الفضلات، يعني المواد اللي بيقابله للامتصاص بشكل كامل. البيض معروف انه يساعد على عمليه الايض، يخلي لك النثيه تنتج اكثر. الحشرات معروفه ايضا للتحفيز، مثل ما هسه قلت لكم اني هاي اللي استعملتهن. الشغله الثالثه البيض، بيض الحمام، مو تجيب يعني بيض مال دجاج، ذاك البيض مال دجاج ما يفيدك. خل اشوفكم هسه. هاي شوفوا اني كاسر وحده، ما راح اكسر هاي اللخ، هاي شوفوها شامرها هنا، هاي تنكسر القشر مالتها يتفتت ناعم، تجي النثيه تنقر بالبياض هذه كله يبس، وهم تاخذه بنفس الوقت النثيه تشوف بيض بالموجود زين، تتحفز على البياض. يعني من تشوف اكو بياضه موجوده تتحفز على البياض، وبنفس الوقت هذا البيض، كشور البيض، تمنع لك ابو بريص ما يجي ليه من يشوف كشور بيض عباله التفقيس مال الافاعي فينهزم من البكان. هاي شغله وجربتها طبعا من العام. شغله اللخ، الاعشاش وخيوط التعشيش ايضا محفز كلش قوي. يعني هسه احنا مثبتين هذا عش وهذا عش، وشفتوا شلون جمعت، ذبيت لها خيوط ثيل يابس، ذبيت لها ليف نخل، ذبيت لها ليفه مال الحمام، هم سلت لها من عندها خيوط، اي خيط قابل للشيل، يعني اي خيط رفيع. وشغله اللي جبتها هاي، هذا كفشه الاذره، موجوده عند العطارين، اريد اجربها. الخيوط مالتها حلوه رفيعه، طول 5 سنتيم 4 سنتيم، راح ابدي هم اجربها واوزعها على القفاص. هاي الخيوط محفز كلش قوي، من تشوف الطيور هذا الخيوط تتحفز على لم العش، من النثيه تلم العش تقعد بيه راح تبيض مباشره. والشغله الاخيره هاي القطرات، كل هسه اللي قدمناها كلها مساعده للنثيه، لكن عندنا هاي القطره الفيتامين اي، هذا محفز خاص للتزاوج. هنا بالنسبه للنثيه يزيد لك عمليه الانتاج للنثيه ويهيجها على التزاوج، يعني النثيه البارده راح يخليها تتقرب للفحل اكثر. بالاضافه ينشط لك المبايض، هاي شغله. بالنسبه للفحل، الفحل شلون اقول لك، يعني يهيج لك اياه اكثر، وينشط لك الحيوانات المنويه اللي عنده، يعني ينشطها جنسيا. بنفس الوقت يزيد لك التغريد، يعني بطريقه غير مباشره. اي بلبل من يهيج على التزاوج راح يزيد التغريد مالته. يعني القطره هاي طبعا انتاجها ايطالي، شركه معروفه. هاي القطره نشتغلها وجربتها ايضا نجحت عندي. بالنسبه لهاي الشغلات مثلا اللي ما يقدر يوفرها، لا الخلطه لا القبابي لا هذه، تقدر تعطيهن الجرجير، جرجير تثير مناعم، انا هم شارحه لكم، هو اللي ترفص وتقدمه لهن ورق الفجل، هاي يساعد لك على الانتاج. خبز الشعير الاسمر تيبسه وتطحنه وتقدمه لهن، ايضا يساعد لك على الانتاج. عنصر اخير، عظم الحبار.
عظم الحبار هم ممتاز، يفيد النثيه، تاخذ من عنده نسبه من الكالسيوم، ايضا يخدمها بالبياض. ان شاء الله استفادتوا من الفيديو، تحياتنا لكم. بالمناسبه القفص اللي وراي هذا بدلت الفحل مالتها الكشميري، خليت لها فحل ماليزي. الكشميري ما يرهم عندي بسبب الهواء، ما يستقر الطير، راح اخلي له تكاثر داخلي، راح اوفر له قفص داخل البيت واخلي له نثيه عراقيه، وذاك القفص ايضا مجهزين فحل ماليزي ونثيه عراقيه. تحياتنا لكم.